السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بدنا لكم النهارده فيديو جديد على قناه جرينجلي. بشكركم جدا يا جماعه على التفاعل الاسطوره على اخر فيديو والفيديو اللي قبله. شكرا جدا جدا ليكم يا جماعه على التفاعل. ويلا بينا كده نخش على اف سي موبايل نشوف هنعمل ايه في اللعبه النهارده. شاشه عشان لو حد سأل او كده يعني في مشكله في تسجيل الشاشه فبتجيب الحاجه مبكسله شويه. هنحاول نعدل الموضوع ده باذن الله. ولكن اهم حاجه ركزوا بقى على الفيديو وركزوا بقى على تفتيح الباكجات. ويلا بينا كده نشوف. تعالى كده نشوف في شويه حاجات كده. جوائز. هي ايه لقد فزت اللي جت 20,000 مرة ورا بعض؟ معرفش، بس دلوقتي يا جماعة احنا فاضل لنا لاعب واحد فقط يكون اوفر 118 ونطوره. هوصل لاوفر 120 في الفريق، لاعب بس واحد. وسط هجوم اي حاجة. نجيب بس لاعب 118 نطوره ل 119 او 120. ساعتها باذن الله هنلاقي نفسنا وصلنا لاوفر 120 باذن الله. معانا دلوقتي هنفجر الباكجات دلوقتي في الباكج الجديد اللي لسه نازل. معانا 13,000 جوهرة. يلا بينا كده نفتح كام باكج كده هتضايق كده يعني. يلا بينا بسم الله. أول باكج ما طلعش حد، جي كي 111. تاني باكج ال دبليو 112. تالت باكج زاد كويس. زاد كويس أخيرا لاعب مضمون. جي كي 117. واو. واو والله. ويلمز كويس. 117 ده لاعب مضمون قوي. خلاص احنا كده ايه ممكن ما نكملش. إيه طالما طلع لنا لاعب مضمون من البول بي. تعالوا بقى كده نجرب نحط اللاعب ده ونشوف. ما وصلناش. طب تعالوا كده نقارن ما بينهم. لا ده اللي عندي اقوى بكتير جدا من الحارس ده. اللي عندي اقوى. احنا كده محتاجين حد في الدفاع بقى او حاجة من كده. كويس جدا والله. وعندنا زيدان، جبنا زيدان ال 115 ب 300 من التعاقدات. ومعانا دول كده بكام؟ ب 2100. يبقى كده 2200 بإذن الله. هنحاول نجمع معاكم تعاقدات كتير. ماشي بإذن الله. طلعنا لاعب مضمون اهو كويس يعني. هنحاول نجمع معاكم 6000 من التعاقدات ونجيب جوتي 117 بإذن الله هو اللي هيوصلنا لما ايه نرقي التصنيف بتاعه. تعالوا كده عاوزين نفتح باكجات في الايه. نجرب نفتح هنا في الباكج ده يا جماعة. نجرب يعني. نجرب الحظ. هو بكام اصلا؟ ب 4000 ونص. لا غالي. تعالوا نفتح هنا تاني. ماتيوس يا جماعة خرافة. خرافة لو كنا نقدر يطلع لنا. بس بيقول لك ان هو صعب جدا يطلع لحد اصلا. يا رب. 3000 جوهرة. على فكرة زاد تاني. المرة دي ذهبي. ذهبي يا جماعة. ذهبي. الحظ النهاردة اسطورة. من المكسيك. 118. جيمينيز. الحظ النهاردة خرافة. لاعبين مضمونين من 13,000 جوهرة بس. والله العظيم جامد. بالله الحظ النهارده اسطوره. شيل بقى مارتينيز قصدي الفاريز. 120. 120. هلا هلا. هلا هلا بال 120. هلا هلا. والله العظيم بقالي كتير جدا. يا جماعه انتوا ما تعرفوش بالله بره التصوير بنعمل ايه بالله. بقالي كتير جدا جدا عمال اطور في اللعيبه والعب في الديفيجن وهنشوف احنا وصلنا قد ايه في الديفيجن. بالله يا جماعة الحظ المرة دي ابن عالمي. والمرة دي مناش هسيب المهاجم غير لما طوره أكتر حاجة ممكن نقدر نطوره بيها. كده احنا مطورينه 16 مستوى. احنا أصلا عندنا لعيبة كتير جدا جدا. يعني تخيلوا بعد كل ده كويس عادي. بسم الله ما شاء الله طاقته بقت أسطورية. بإذن الله هنجمع ترقيات التصنيف. وأخيرا أخيرا يا جماعة
وهلا بال 120، يا هلا يا هلا يا هلا. فريقنا بقى 120. معانا الثلاث شارات، شارة كأس العالم، شارة التشامبيونز ليج، وشارة فيفا. معانا الثلاث شارات، والله من افضل الحاجات اللي احنا عملناها ان احنا جمعنا الثلاث شارات. معانا جورج بيست ال 122، دلوقتي هنطور ده نخليه 119 حالا. معانا رافينيا في الهجوم ال 118. معانا روبن نيفيز ال 118. معانا جو فيليكس ال 118. معانا زيلينكي ال 118. معانا مورينو ال 118. معانا توكش ده ولا اسمه ايه مش عارف، كوكس 118. وبوبل ال 118. والحارس ده جميل جدا، طاقته خرافيه ال 118، مطورين ثلاث تطويرات، بقى خرافه. ان شاء الله نجيب التطويرات حالا ونوصل للايه، ونخلي اللاعب 119. بس والله، والله العظيم حظ لا يعلى عليه، حظ لا يعلى عليه في الحدث الجديد. حدث لسه نازل امبارح الساعه 10 بالليل. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. تعالوا نفتح المجانيه ديت، ايه حاجه تطلع لنا كده. طلع لنا 50 ترقيه تصنيف من المجانيه، واو. لا 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 لا، الحظ جامد قوي النهارده. الحظ بيلعب معانا قوي النهارده، والله العظيم حظ جامد. ايه الحظ ده؟ طلع لنا 50 ترقية تصنيف اللي احنا كنا هنلعب في الديفيجن حالا عشان نطور اللاعب، طلعت لنا خلاص ترقية التصنيف. يلا بينا يا حبيبي. انتوا عارفين يا جماعه ان انا الفترة اللي فاتت عشان اخلي الفريق يوصل ل 120 بالله، لعبت اكتر من 20 30 ماتش في الديفيجن، وجمعت اكتر من 2000 ونص او 3000 ترقيات تصنيف عشان اوصل للي قدامكم ده يا جماعه. انا هديله اعاده تعيين اللي هي كل ديت ب1000، مش مشكلة، خلصنا الجواهر. ولكن بقى عندنا لاعب أسطورة عنده بلاي ستايل. ده كده أول لاعب عندنا في الفريق يبقى عنده بلاي ستايل. تعالوا كده نشوف البلاي ستايل بتاعته. على فكرة طاقته كويسة، أساليب اللاعب أهي. مستوى تمركز مثالي بالرأس، يعني بيعرف يشوط براسه كويس. ده القدم الضعيفة عنده 3، مش مشكلة، هو 190 سم كويس. تعالوا كده نشوف هنا الملخص اللي بين 119. عنده 174 الإيقاع، يعني بيفهم شوية كده. 164 التسديد، والله كويس مش وحش. 136 التمرير، المراوغة 148. الدفاع طبعا عشان هو مهاجم 95 برضه مش بطال. دربناه 18 مستوى، بسم الله ما شاء الله. 163 البدني كويس برضه. الفريق أخيرا بقى 120 ب 27 مليار كويس. 27 مليار. نحط كده الفاريز يبقى بديل؟ لا، الفاريز شفتوا يا جماعة، الفاريز هو اللي كان مبوظ الدنيا. ليه يا الفاريز؟ ليه يا الفاريز كنت مبوظ لنا الفريق يا الفاريز؟ زي ما انتم شايفين كده عندنا الثلاث مستويات، الثلاث شارات. تعالوا بقى كده يا جماعه نوريكم احنا عملنا ايه حرفيا في الديفيجن عشان نوصل لكل ترقيات المستوى دي. وصلنا في الهجوم التنافسي الاسطوري 2، وصلنا في وجها لوجه الاسطوره 4. هنلعب معاكم دلوقتي في وجها لوجه عشان عاوزين ان شاء الله هنعمل حلقه كامله اسمها رحله الوصول للعشر نجوم. وباذن الله بعد ما نوصل ل10 نجوم ممكن نعمل رحله الوصول لل50 نجمه باذن الله. يعني فعاوزين نوصل الاول لبطل اس سي عشان نبدا نعمل معاكم ايه الرحله دي 21 باذن الله. تعالوا بقى يا جماعه كده نلعب معاكم ماتش في الديفيجن عشان نبقى ختمنا الحظ كمان ونكسب كمان ماتش في الديفيجن باذن الله. اول ما نوصل لبطل اس سي هنعمل لكم بقى حلقه، اللي هي الحلقه الطويله ديت هنفضل نلعب فيها لغايه لما نوصل لل10 نجوم في بطل اس سي باذن الله. يلا كده نشوف الفريق بتاعنا عامل ازاي قدام خصمنا. احنا وصلنا ل 120 دلوقتي، فبقينا اساطير. الفريق بسم الله ما شاء الله، الهجوم 119، الوسط 118، الدفاع 118. واو. واو بصراحة. الفاريز ما كانش فايد الفريق خالص. الفاريز ده مش كويس، النسخة اللي معايا دي مش كويس، لكن الفاريز نفسه ممكن يكون كويس. اللي قدامي 118 في الوسط، 117 في الدفاع، والهجوم 117. انا اقوى منه ب2 في الهجوم وواحد في الدفاع، وزي في الوسط. واحنا الاثنين في اسطوري 4. باذن الله هنوصل لبطل اس سي وان شاء الله هنلعب معاكم بقى الحلقه الوصول لل10 نجوم. يلا يا جماعه ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتعملوا لنا اللايكات كده والتعليقات التشجيع ليا عشان اقدر اكمل. وما تسمعوش صوت اللي في الشارع دوت، لازم يعدي كل ما اصور فيديو. يلا بينا كده مع بدايه الماتش. هنبدا الكوره معاه زي ما انتم شايفين. هنعمل بقى نمط الهجوم ورب نكسب الماتش باذن الله. باذن الله نكسب الماتش. احنا مش عارفين نشوط على الجون ليه يا جماعه؟ جواو فيليكس وسي ام الاسطوره بتاعنا 118
على فكره طاقاته جميله جدا، ولاعب اندر ريتد جدا بجد، كويس، لاعب كويس جدا. عاوزكم يا جماعه تقترحوا عليا نحط ايه في الخلفيه زي ما انتم شايفين تظبط الخلفيه. اجمع الحاجات دي بنفسي من الانماط بتاعه اللعب. وجون عبيط جدا خبط في اللاعب زيلينكي، حتى لو كان جابه كنت هتبسط، ولكن خبط في ظهر اللاعب تقريبا وجه جول. كده 2-0. والنت بتاع الخصم اصلا من الاول مقطوع، مش عارف ايه اللي حصل كده. بس هو بصراحه طاقته كويسه زي ما انتم شفتوا كده، احنا كنا شايفين طاقته. حاسس ان هو بطيء شويه. رد عليا بافخم جون ممكن تشوف والله. رد عليا اللي هو بيقول لي انا مش بطيء ولا حاجه، انا كويس. وجاب فيا وجاب قصدي في الخصم جون 119. واو. واو بجد، لاعب جامد. بعد التطوير ب 119 باذن الله نوصله لل 120، هيبقى تاني لاعب فوق ال 120 عندنا في الفريق. وهيبقى اول لاعب ليه ستايل عندنا في الفريق. احنا عاوزين على الاقل يكون عندنا 4 لعيبه مثلا في الفريق عندهم بلاي ستايل على الاقل. هنحاول. هنحاول كده ان شاء الله. خلاص الماتش خلص. الماتش خلص 3-0. كسبنا ان شاء الله يا جماعه. اول ما نوصل لبطل اف تي هنقول لكم باذن الله. وباذن الله هنعمل معاكم الوصول لل10 نجوم، وبعد كده هنعمل فيديو معاكم الوصول لل50 نجمه باذن الله. بس كده كده خلصنا معاكم الفيديو. ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب. ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانيه. ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانيه كتير. وبس كده، والسلام عليكم.